في عضلة بتسبب وجع في عمق العين أو فوق الحاجب، والعضلة دي أصلاً مش في الرأس. والأسوأ إنك لو خدت مسكنات مش هتجيب نتيجة في الحالة دي، لأن الوجع ده ميكانيكي. بس استنى، في الفيديو ده هوريك سلسلة من 3 تمارين ممكن تريحك من الوجع ده نهائي في أقل من 3 دقايق. وأحلى حاجة إنك مش لازم تكون صغير في السن أو رفيع أو عندك مرونة عالية عشان تتابع الخطوات دي وتخفف الوجع ده بالحركة الصح. على الأقل لما العضلة بيكون فيها نقطة زناد، ده معناه إنها بتسبب وجع منتشر في مكان تاني. هو بيطلع وجع بيحصل في جزء تاني من الجسم، يعني وجع بعيد عن مكان العضلة نفسها، وده نفس وجع الألم العضلي اللفافي. واللي بيسبب الوجع المنتشر ده في قاع العين وحوالين العين وفوق الحاجب، وممكن كمان يكون ليه علاقة بالدوخة وطنين الأذن، هو عضلة إيكو Externo Clido Occipital Mastoidal. بس مش لازم تحفظ الاسم ده. دلوقتي هنتكلم ونعمل خطوة بخطوة بطريقة آمنة تقدر تعملها حتى وانت في نوبة الوجع. يبقى التمرين ده بيساعد العضلة تبدأ ترتاح. دي نوع من التحضير علشان نقدر نفك نقطة الزناد بطريقة أكتر أمان وأقل وجع. وكمان التمرين ده بيساعد يحسن الدورة الدموية وبيفك اللفافة شوي. دي مساج سطحي، مساج خفيف. إيكم بيبدأ من ورا ودنك هنا. خليني أجيب الشاشة بتاعتي علشان أشوف إذا كنت شايف كويس. بص، إيكم بيبدأ من هنا ورا ودنك وبينزل لحد بداية عظمة الصدر. يعني هو الطريق ده العضلة دي اللي هنمسكها. امسك من قدام ومن ورا، مهم تستخدم دايما إيدك التانية، بيبقى أسهل علينا نتحكم. ماشي؟ امسك هنا من قدام وكمان من ورا. هتدفع وتسحب الكتلة دي من العضلات من غير ما تعصر أو تضغط جامد. اعمل كأنك بتهز العضلة برفق. ادفع واسحب على إيقاع يكون مريح ومناسب ليك. على قد ما تقدر انزل مع العضلة وامشي معاها في كل المسار وكل الطريق اللي العضلة دي بتتحرك فيه. ولو لقيت صعوبة، بس افتكر هو بيبدأ وين وبينتهي فين، وامشي في الاتجاه ده. اطلع وانزل براحتك من غير استعجال. ماشي؟ اعملها بالسرعة اللي تريحك. هتحس بالعضلة بتسترخي واحدة واحدة. نصيحة: لو لقيت صعوبة ممكن تعمل التمرين ده وانت نايم. بص، دلك العضلة وامشي عليها لفوق وتحت بهدوء من غير استعجال لمدة دقيقة. ونصيحة تانية: لو الألم في الناحيتين هتعمل التدليك في الناحيتين. يا أختي أكيد. التمرين ده علشان نعطل نقطة الزناد. احنا جهزنا نفسنا بالفعل، بس مع ذلك مهم انك تفهم حاجتين. أول حاجة إننا هنعطل نقطة في كل ناحية، يعني هندور على النقطة اللي بتسبب لك الألم اللي بتحس بيه، اللي بتسبب الوجع اللي احنا عايزين نخففه. ما تعملش التمرين مرتين أو 3، ده بس هيخلي العضلة تتضايق أكتر ويخليك تحس بألم أكتر. تاني حاجة لازم نفهمها هي إنه بعد ما نلاقي النقطة الصح هنعمل التمرين كله وكل عملية التعطيل دي بأقل وجع ممكن. في ناس بتفتكر إنه لازم تضغط جامد وإنه لازم تحس بألم عشان تتحسن، بس الحقيقة العكس تماما. عضلتنا عندها رد فعل حماية، يعني كل ما تزود الوجع العضلة هتتقل أكتر وتحاول تحمي نفسها. رقبتي بتوجعني. يلا نبدأ ندور على نقطة الزناد اللي عايزين نعطلها. خليني أجيب الشاشة بتاعتي تاني. هنبدأ ندور على النقطة دي بهدوء ومن غير استعجال، وبنفس الطريقة اللي عملنا بيها المساج قبل كده. انت خلاص حسيت بيها وعارف طريق العضلة. يبقى دلوقتي هتبدأ تدور وتضغط برفق كده وتدور على النقطة اللي بتسبب الألم. أعتقد كده هتشوف أحسن. النقطة اللي بتسبب الألم اللي بتحس بيه، زي ما قلت لك لازم دايما يكون في أقل درجة من الألم. أنا عايزك تتعامل برفق جدا في الخطوات دي. بعد ما تلاقي النقطة الصح مش هنضغط جامد، فاكر؟ أقل درجة من الألم. احنا هندور على وضعية الرأس اللي العضلة فيها بترتاح أكتر. غالبا بيكون لما تحط راسك على إيدك
ميلها بالراحة كأنك بتظبط راديو. الراديوهات القديمة دي كان ده من 84 سنة فاتت. دور على الوضع اللي العضلة فيه بتكون مرتاحة أكتر، وهنا هتستمر بنفس الضغط، ضغط خفيف، أقل وجع ممكن. في الوضع ده خد نفسك بهدوء لمدة دقيقة على الأقل، أو لحد ما الوجع يروح. العقدة بتتحل تحت إيدك. اللي يحصل الأول بعد كده، بعد ما تعدي الدقيقة أو العقدة تتحل، تدوب تحت صباعك والوجع يروح. هتسيب وترجع راسك بهدوء. هتحس براحة كبيرة جدا كأنها سحر. عارف إن ده واضح، بس الوجع ده ممكن يجي من العين. فلو عندك أي تغيير في النظر أو حساسية للضوء أو عينك حمراء أو وارمة، لازم تروح لدكتور العيون. دكتور العيون. التمرين ده عشان يمنع نقطة الألم ترجع ويمنع الألم يرجع، هو تمرين إطالة آمن خفيف ومحدد لإيكم. هنستخدم حيطة عشان تسند ظهرك وراسك عليها. هنفترض إننا هنعمل الإطالة التمرين للناحية الشمال، الألم في الناحية الشمال، وإيكم اللي عايز أعمله إطالة في الناحية الشمال. ماشي؟ هتلف راسك على الحيطة ناحية الشمال، ناحية الألم، كأنك بتبص ناحية الألم، وبعدين تزحلق راسك للناحية التانية كأنك هتبص للسقف. بص بالراحة كده لحد ما تحس إن الشد بدأ. وهنا هنخلص التمدد ده وإحنا بنطلع النفس، يعني وإنت بتخرج الهواء حط إيديك على صدرك وطلع الهواء براحة وببطء شديد. هتحس بشد هنا من أول الصدر لحد الطرف ورا ودنك. حاول تعمل التمدد ده بهدوء من غير ما تبعد راسك عن الحيطة. التمدد ده آمن. بالظبط. عشان كده ركز على راسي، أنا مش ببالغ في الحركة. مفيش خطر إني أضغط أو أسحق غضروف أو مفصل أو عصب. نراجع تاني عشان نبقى متأكدين. إلزق في الحيطة، بس ناحية الألم، وسيب راسك تتحرك على الحيطة. بعدين بص لفوق، وانت سايب راسك هتنزلق. هتسمع صوت راسك وهي بتعمل وهي بتتحرك على الحيطة لحد ما تبدأ التمدد. وهنا بنخلص باستخدام الزفير. ايديك على صدرك وزفير طويل. كمل في الوضعية دي في التمدد الجميل ده لمدة 30 ثانية. الجاي Hey, that's pretty good at it. ولتحسين الموضوع أكتر، مهم نتعلم إزاي نفك الضغط عن الرقبة. أنا هوريك طريقة سهلة تعمل ده في الفيديو ده. دوس هنا على الشاشة. ولك أنت اللي فضلت معانا لحد دلوقتي، إيه اللي اتحسن معاك بعد التمارين دي؟ أنا سايب لك هدية، كل التمارين دي ورا بعض من غير تقطيع ولا توقف، عشان تشغل الفيديو وتعمل الروتين كله معايا. وكمان كل اللي عليك تضغط هنا على الشاشة. أنا هكتفي بكده دلوقتي. حضن كبير، وأشوفكم في المرة الجاية.